السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على أحلى نص الدنيا. هنعمل النهاردة قشطة الأفران بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومكونات بسيطة موجودة عندك في كل بيت. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف قرص الأفران أو قشطة الأفران بتاعتنا عاملة ازاي كده من جوه. وبصوا هشة ازاي ومستوية، وبصوا خفيفة جدا جدا. لو مسكتي واحدة في كده في ايديكي مش هتحسي ان انتي ماسكة حاجة. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكونات قشرة الأفران ازاي. بصوا الكمية دي من كيلو ونص دقيق بس. هتعملي الكمية اللي انت شايفاها دي 4 صاجان من كيلو ونص دقيق. وبصوا حجمها كله حجم واحد واللون كله موحد. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا ازاي. معايا كيلو ونص من الدقيق، معايا 350 جرام من السمنة. طبعا الكيلو دي بياخد 200 جرام من السمنة. تمام، انا مزودة على النص كيلو التاني يعني حاجة بسيطة، يعني حوالي 100 جرام، 50 جرام، 50 جرام تاني على النص كيلو دي. تمام. زي ما انت شايفة كده المكونات مفيش حاجة خالص. لو انت مش عايزة تعجني بلبن متعجنيش. انا عجنت زي ما انت شايفين بكوباية لبن واحدة، وهكمل بقية بمية. عندي كيس خميرة وكيس بيكنج باودر واتنين فانيليا. فانيليا ليه؟ عشان ومفيش بيض، انا بحط الفانيليا كده كريحة بس مش اكتر. تمام. وعندك نص كوباية من السكر، ودي ما نسيت اصورها، يعني ما طلعتش في الفيديو وانا بصورها، بس في المقادير نص كوباية سكر. تمام، لان القرص دي اللي هي قشطة الافران بتبقى مسكرة شوية. زي ما انتوا شايفين انا قلبت المواد الجافة كده وبعد كده نزلت بالسمنة. هنعملها معاملة الكحك بالظبط، اللي هو الكحك العيد. بنبس السمنة شوية بالدقيق لحد ما تتشرب كل السوائل اللي انتوا شايفينها دي، ويبقى خليط معايا عامل زي الرملة كده المندية شوية. هفضل اقلب فيه لحد ما يبقى عامل زي الرملة المندية بالظبط. انا بقالي فيديوهين كده لما باجي اصور مش عارفة ايه اللي بيحصل في العجان بالصراحة. بصوا لو انتوا ملاحظين العجان بتقف لوحدها، مش عارفة ايه اللي يحصل له. اللي يعرف السبب يقول لي بقى، ربنا يستر ما تكونش مشكلة كبيرة. انا هنا سرعت شوية لان لما كنت موطيه درجة العجان كان كل شوية تقف، مش عارفة ليه. بساعد العجان بالتقليب كده بالشكل ده علشان كله يتقلب مع بعض، المكونات كلها تتقلب مع بعضها. طبعا السمنة بالدقيق بكله، عايزة كله يتغلف في كله. مش هنزل السوائل الا لما كل الخليط يبقى كله عامل زي الرملة المندية كده شوية. ما يبقاش مثلا في جزء فيه دقيق والجزء التاني فيه سمنة واروح انزل سوائل، لا. انا عايزه اقلب كده علشان اشرب كل حبيبات الدقيق بالسمنه زي ما انتوا شايفه كده. اللي وصلت معايا لحد دلوقتي حبايب قلبي، فضلا وليس امرا تحطي لايك وتشتركي في القناه لو ما اشتركتيش، وتكتبي لي تعليق حلو كده وتقولي لي رايك ايه النهارده في فيديو النهارده. لو عندك فكره جديده لاي فيديو انت عايزاه قولي لي عليها في التعليقات وانا اعملها لك من عينيا الاثنين. نزلت كده اللبن، كميه اللبن زي ما انتوا شايفين. طبعا لسه دي عايز سوائل تاني، بس مش هديله كمية السوائل زي اللي موجودة في اي قرص. انا عايزة اعمل قرص زي قريبة شوية من اللي هي الفطير بتاع العيد، فمش هحط سوائل كتير. هفضل ادلق كده شوية بشوية كده لحد ما العجينة تبقى طرية بس. يعني انا مش عايزاها تبقى طرية قوي زي بتاعة القرص، لا انا عايزاها تبقى طرية بس، يعني تحس اللي هي كده ايه ماسكه نفسها نفس الوقت طري، يعني ناعمه. انا هوريكم دلوقتي قوامها واقول لكم انا قصدي ايه. يعني مش عايزه ازود فيها السوائل، لو زودت فيها السوائل هتبقى زيها زي اي قرص موجوده. انا مش عايزه ازود اي سوائل، انا بس عايزه الم العجينه، مش عايزه اشوف اي دقيق في العجان. ساعتها هوقف دلق ميه وهعجن شويه حلوين في العجينه وهوريها لكم عامله ازاي. انا كل اللي انا يعني حطيته في الميه في العجينه، كميه الميه قد ايه؟ ملو الكوبايه دي مره ونص ميه وملوها لبن، يعني
في كل السوائل كلها كوبايتين ونص، ما زودتش عن كده. اعلي بقى العجان تتعجن شويه حلوين وتتلم وتبقى بالشكل ده. لو انتوا واخدين بالكم بصي، تحسي العجينه بتقطع معايا، وده دليل ان انا ما زودتش فيها سوائل كتير، وفي نفس الوقت ناعمه طبعا عشان اتعجنت كويس. هسيبها بقى تخمر كده ونيجي مع بعض ايه نشكلها. بصوا هشكلها قطع صغيره خالص، خلي بالك كلها تبقى مقاس بعضها علشان لما تستوي كله يبقى مقاس بعض. واهم حاجه الوش يبقى ناعم كده زي ما انت شايفه، ما يبقاش مقطع كده ومخرم. انا عايزه ناعم كده، الوش ناعم. تسويه بايدك كده بالشكل ده وتقفلي من تحت كويس، وبعد كده بلفها على ايدي شويه حلوين، بنعمها يعني زي ما انت شايفه كده على ايدي، علشان الوش يبقى ناعم كده وزيها زي اللي بتاعه الافران بالظبط. بس الفرق طبعا لما بتيجي تجيبها من الافران بتبقى ناشفه كده وطعمها تحس اللي هو بايت، علشان طبعا موجوده في المحل مثلا بقالها كام يوم وهي مش متغطيه. بس احنا عملنا طعم وريحه حلوه في نفس الوقت، يعني حاجه طازه. احنا بنعمل كميه زي ما احنا عارفين، بنكيسها في الفريزر وبتطلع من اول واحده لاخر واحده بتبقى حلوه. طبعا الافران بيسيبوها مكشوفه كده في الصاج، وبتفضل بقى طبعا كل الريحه اللي جاي بيحط ايده بقى ايه يمسكها، يشوفها مثلا طريه ولا لا، ويسيبها ويمسكها، فبتبقى الحاجه مش لذيذه. اتمنى ان انت مثلا بكيلو دقيق واحد هتملي بيتك خير. الكيلو دقيق هيعملك كميه حلوه، لو كل اسبوع هتعملك الكميه دي هتبقى عندك بصي فطار كل يوم. ولادك زهقانين من الفول والطعميه وزهقانين من الجبن، مش قادره تجيبي كل يوم جبن، الكيلو دي هيعمل لك كميه كبيره وهيوفر عليكي حاجات كتير. مع كوبايه شاي وقرصتين يبقى انت كده خلصتي، ويعني بصي وريحتي الكل. بصوا زي ما انت شايفه كده انا بضغط عليها بكلمه ايديا، بكف ايدي مش بصوابعي. مش عايزه الصوابع بتبقى معلمه على الوش، لا انا عايزه كف ايدي بيبقى ناعم كده، فبضغط عليها زي ما انت شايفه كل مقاس واحد وفي نفس الوقت لون واحد. تعالوا نشوف بقى الجمال ده بعد ما استوت. عايزه اقولك خفيه القرصه مش طبيعيه، تشيلي القرصه كده اكنك مش شايله حاجه، خفيفه جدا، حاجه كده لذيذه وخفيفه ومش مكلفه زي ما انت شفتوا المقادير بتاعتنا. وقلتلك لو انت مش عايزه تعجني باللبن اعجني كله بميه عادي، الافران بيعجنوا بميه، بس احنا طبعا حاجه البيت دايما بتبقى مميزه كده، لان انت بتحطي التاتش بتاعك عليها. لما تكوني مثلا هتحطي لبن، هتحطي لبن بودره، هتحطي زبادي، تحطي القيمه الغذائيه لولادك فيها. مش حابه تحطي لبن ما تحطيش، او لو عندك مشكله في منتجات الالبان برضو ما تحطيش. بصوا لون وطعم وريحه تحفه. اولا لونها ابيض من جوه زي ما انتوا شايفه، ومحمره كده من بره، وفيها نكهه حلوه كده، نكهه السمنه اللي انت حطاها، حاجه كده تحفه. بصوا وهشه كده، وطبعا احنا مسوينا على نار هاديه كده، فتحس اللي هي مستويه من جوه ومفرغه، حاجه كده تحفه. الكميه دي طبعا احنا عملناها ما بنشيلهاش بره خالص، بنسيبها في اكياس في الفريزر، كل كميه في كيس كده على قد اليوم اللي انت تستخدمي فيه، بيطلع معاها كده، وتقومي عامله طقم شاي بلبن وتفطري ويبقى الف هنا وشفا. بصوا اوريكي لونها زيها زي اللي تحت وزي اللي فوق. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان كله يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.